قررت اكل كل الاكلات حول العالم، والدوله اللي هتكسب هسافرها. ازاي؟ رحت جلوبال فيليج في دبي وفضلت اكل لمده 12 ساعه متواصلين. خدنا جواز السفر وختمت اول دوله تركيا. رحنا تركيا وكلنا بلح البحر والبوريك. بلح البحر اديله 7 من 10، كان حلو بس في احلى. هو عباره عن رز وجندفلي ملمسه ناعم وبيدوب في البق. وبعدين كلنا البوريك اللي في المسلسلات اللي بيفطروا بيه، طعمه حرفيا مكرونه مسلوقه محمره وجبنه بطماطم بس لذيذ. بعدين رحنا باكستان، كلنا فراخ مفرومه بالبصل والبيض والفينو، اسمها بان كباب، اوحش حاجه ممكن تاكلها بعد اكل مال اليتيم. بعدها دخلنا دوله الامارات وكان في بلاليط وعرسيه والاكل التقليدي. دقت الهريس، هو عباره عن قمح وحاجات تانية مهروسين في بعض، لو بتحب الكشك هيعجبك. ودخلنا الركن السوري، كلت حلاوه جبن كده وبتاع كده بالفستق. هو الحلويات السوريه حلوه بس انا ما بحبش ماء الورد قوي، بس حبيت اللي بالفستق دي قوي. ودخلنا كوريا، ما عندهمش اكل، عندهم سكين كير بس. فدخلنا تايلاند، لقيناهم مجففين حشرات واخطبوطات فجري. فرحنا اليابان، كلت احلى دمبلينجز في حياتي، دمبلينج فرايد وعادي بالفراخ والجمبري. حتى عجب شمس على انها عمرها ما كلت دمبلينج في حياتها. بعدين كلنا ساخ الفواكه اللي اسمه تنجولو، فاكهه عليها عسل بس مش مسكره، هو كريسبي بس بالنسبه لي طعمه كان حلو عشان بيفكرك بطفولتك. بصراحه الاكل الياباني يفوز. ورحنا الامريكتين عشان اكل تاكوس، عباره عن عيش محمص وفراخ وجبنه وصوصات وخضار وافوكادو. وساعتها كنت حاسه ان المكسيك ممكن تفوز، لحد ما رحنا قسم فلسطين وكلت لبن المكدوس والزعتر والجبن العكاوي والاساور اللي زي الكحك وفواكه مجففه. ساعتها عرفت ان اللي هتكسب دولة عربية. فروحنا عمان ودقت صلصة مانجا طيبة 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 طيبة. وفي اخر اليوم طلبنا مكرونه بتطبخ في قالب جبنه، طعمها كان اتحف من التحفه. واقدر اقول ان احلى شاي شربته في حياتي في العراق، حرفيا شاي باللومي اللي هو الليمون المجفف، وشاي سليماني. وفي المملكه اكيد تمر. وختمنا باهم اكله هناك، البيت البوسني. هو سندوتش فيه نص كيلو لحمه تقريبا، معمول زي البرجر بس طعمه حواوشي. بصراحه الرغيف ده اتغديت بيه تاني يوم، ما قدرتش اخلصه. فبكل بساطه الدوله اللي كسبت هي مصر، وحجزت تذكره طيران ورحت لها.